فانا خليت بنتي حدفت البالونه بتاعت زمزم جوه البيت عندنا. فزمزم قالت لها يا طنط انا عايزه البالونه بتاعتي. قالت لها ادخلي يا حبيبتي هاتيها. وبالفعل ساعه ما زمزم دخلت قامت جايه السيده ديت جايبه عصا خشبيه وقامت جايه ضرباها على راسها من الخلف. وقعت الطفله على الارض جثه هامده. قامت جايه بعدها مشغله الفرن وحطتها فيها وكانت عايزه تخليها تراب، ولكن لما الريحه طلعت حست انها تتفضح قامت جايه واخداها وحطها في شوال ورمتها في احدى الترع. بعد ما رجعت بقى ابتدت تدور مع اسره الطفل عليها، قال يعني هي ما تعرفش مكانها فين. ارتكبت الجريمه ديت بقى علشان الحلق اللي كان مع الطفله، كانت مفكراه حلق ذهب، والصدمه ان الحلق طلع فالصو. الواقعه دي انا كنت اتكلمت فيها قبل كده من فتره كبيره، ولكن تم الحكم على السيده ديت بتحويل اوراقها لفضيله مفتي الجمهوريه. فده كان بالنسبه لتفاصيل اللي حصل. ربنا يتغمدها بواسع رحمته يا رب ويلهم ذويها الصبر والسلوان. وما تنسوش لو في اي مشاكل بتمروا بيها زوجيه او حتى خطوبه او مشكله انت مريت بيها وحابب تفيد بيها غيرك، ابعت لنا على رسائل الصفحه.